السلام عليكم، انا عمر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. الحقيقه دي اول مره اعمل النوع ده من الفيديوهات، وده مش نوع الفيديوهات العادي للقناه، بس بحب اجدد من وقت للتاني. الفيديو ده هتكلم فيه عن اللي حصل اليومين اللي فاتوا مع سبيد، وقد ايه ان الموضوع ده ملهوش لازمه. الفيديو ده مقسوم 6 اجزاء، ودي كانت المقدمه وبس. من غير ما اطول عليكم، خليكم مع الجزء التاني. بس قبل ما نروح للجزء التاني، عايزك تجيب حاجه تشربها وتاكلها عشان الفيديو ده ممكن يكون طويل شويه. سبيد هو ستريمر امريكي من اوهايو، واسمه الحقيقي دارين واتكنز. مولود 21 يناير 2005، اكبر مني بسنه الا 11 يوم حرفيا. وقت تصوير الفيديو ده سبيد عنده 25 مليون مشترك. سبيد بيستريم على اليوتيوب من 2018، وبدا ستريمه وهو بيلعب فورتنايت و2K والحاجات دي تقريبا. نرجع للوقت الحالي بالظبط 17 مايو 2024. سبيد كان في كوريا وعامل ستريم لاخر يوم ليه هناك. المهم دخل تقريبا مول، والناس كلها اتجمعت عليه وخد رقم واحده، وبعدين مشي وكل حاجه ماشيه تمام. بعدين عدى جنب محل هدوم ولمح واحده لابسه كروب توب اسود وشكلها عجبه، فقرر يروح يتعرف عليها. Damn, she bad. Wait, chat. That girl kind of bad, chat. Hold on, wait, chat. I'm scared, bro. I'm scared. Fuck, I'm scared, chat. Chat, she was kind of bad, y'all. Nah, what? My name's Speed. Come on. Yo, what's good? How old are you? What's up? Are you Speed? Yeah. Hi, nice to meet What's good? Can I get your number? you. My number, yeah. Yeah, okay. البنت All right, دي bet. هي ايمي، ولما سبيد اتعرف عليها قال لها تعالي معايا، تقريبا ده اللي قاله لها، انا مش فاكر قوي بس. وخلاص راحوا مع بعض يعني. ودي هي قصه ظهورها مع سبيد. وقبل ما نروح على الطرف الثالث في الموضوع ده كله، عايز اوريكم كذا لقطه للشات بتاع سبيد اول ما اتعرفوا على بعض. مش هنتكلم عن اللقطه دي دلوقتي، بس عايزكم تحطوها في دماغكم بعدين. اخر طرف في الجدل ده واحده اسمها كورتني، وجت تعمل لسبيد ريدز في الستريم اللي حصل فيه اثاره الجدل والمشكله كلها. من 17 مايو اللي هو اول ستريم ايمي تطلع فيه مع سبيد لغايه 26 مايو، ايمي طلعت في 5 ستريمات، وهم شافوا بعض مرتين، مره في كوريا ومره في انجلترا. في الاخر خالص سبيد ودع ايمي في المطار واعترف لها بحبه، بس قال لها ما تردش عليه دلوقتي غير لما ترجع لكوريا. Amy, I'm gonna confess to you, alright? I'm gonna be dead ass honest, bro. I caught feelings for you, and I like you, and I love you. You don't have to answer now, but I would like to, you know, date. بس من ساعتها سبيد بيشير ليه ان هي حبيبته، ومعتبر ان في ما بينهم حاجه، عشان فانز سبيد خلاص اتعودوا عليهم على انهم كابلز وبتاع. كل دي حاجات خلت الوضع ما بينهم غريب نوعا ما، عشان فانز سبيد اتعودوا عليهم خلاص على انهم كابلز، ومن ناحيه تانية هو ما فيش ما بينهم حاجه، وسبيد بيشير ليها على انها حبيبته مع ان ده مش حقيقي. لحد ما نوصل لليوم بتاع المشكله. سبيد عمل ستريم 8 يونيو 2024. بدأ الستريم عادي وكل حاجه كانت ماشيه طبيعيه، لغايه ما سبيد قال ان في حلاق هيجي يعمله دريدز. بعدها بكام دقيقه وصلت الحلاقه اللي هي كورتني. اللي لاحظته في كورتني ان هي ما عندهاش اي نوع من انواع التوتر قدام الستريم. لما تيجي تبص على اي حد بيبقى ضيف في الستريمات، بتحس ان هو بيبقى فيه على الاقل شويه توتر في البدايات على الاقل. بس لو جيت تبص على كورتني العكس تماما. اول ما دخلت حطت حاجتها وقلعت الجاكيت، ومن ساعتها وهي مبتسمه ابتسامه ثقه غريبه. ولما سبيد شغل ان الدونيشن يبقى ليه صوت والناس تقدر تتكلم معاه بالدونيشن، كانت بتتفاعل معاه ومش بتتضايق باي شكل من الاشكال. بعدها بساعه تقريبا الناس اللي في الستريم قالوا لسبيد يكلم ايمي. طبعا هي ما ردتش، واعتقد ان ده بسبب فرق التوقيت، لان هو في امريكا وهي في كوريا. فسبيد قرر ان هو يطلب مساعده من كورتني، يسالها اللي هو اعمل ايه ولا ما اعملش ايه. انا مش هشرح لكم اللي هي قالته، انا هسيب لكم الكليبايه وهي بتقول اللي بتقول. What do I do, Courtney? You're not answering. I mean, nah. Yes. You claim her? No, I don't claim her, but like, she's in Korea. You laugh? What is funny about that? Why are you not with her? She's in another country? Yes. Without you? Yeah. For how long? She lives there. Without you? Yeah. You guys are long distance? Yeah. And she's not picking up the phone? Yeah. What time is it? It's like 2 or 3 a.m. Over there? Yep. Where's she at? You better look. Oh my Who's gonna God. tell him? Oh my Who's God. gonna tell him? No. من الواضح ان هي مش فاهمه جدا ايه العلاقه ما بين سبيد وايمي، وجت في الاخر قالت له مين هيقول له كهزار. بعدها الستريم كله اتحول على الموضوع ده. بعدها بدقيقه كورتني بدات تسال سبيد عن ايمي. سبيد فضل يرن على ايمي لغايه ما ايمي ردت عليه برساله، وبعد كده ردت على الكول بتاعته. من الواضح ان ايمي لما ردت ما كانش عاجبها نظام سبيد، ان هو ما بيردش على رسايلها وبيكلمها في الستريمز بس. وسبيد رد على الكلام ده وقال لها ان هو ما حصلش وما اعرفش ايه. You know for a fact you always leave me undelivered. And like you always call me when it's only on stream, and like you always call Really? me when it's like Amy, 5. okay. See, now you want to do that? I will show, these are the messages right here. You see this? You see that? Like, okay. All right, okay. Well, look.
Amy anyways. كل ده كان ماشي عادي، اللي هو يعني اي نقاش ما بين اتنين يعني. ومن الواضح ان المشكله ما بين سبيد وايمي هي مشاكل تواصل طبيعيه بتحصل ما بين اي اتنين. بس الحاجه اللي نلاحظها من الستريم ده ان هما الاتنين بيعيدوا في الكلام كتير، بالذات ايمي. تحسهم الميم بتاع الراجل اللي بيتكلم في الحيطه ده. كورتني كانت قاعده بتسمع كل المكالمه دي وما بتديش غير تعبير وش، لغايه ما ايمي فضلت تعيد ان سبيد ما بيردش على الرسائل بتاعتها. بان على وشها ان الموضوع ده كان مستفز قوي، فخلت سبيد يعمل ميوت للمكالمه وقالت له يقول ايه. I'm sorry for calling you. You always leave me undelivered, bro. I don't leave you undelivered. You only call me when it's like 5 a.m., like 4 a.m. Because do you not? You know, my fault. You know what? Hey, I'm gonna stop calling you. Like, I'm gonna just. So, what time do you go to sleep? Well, not at 5 a.m. And I like whenever you call me, I hope like you can call me a little bit earlier, or like maybe like call me a little bit later than 5 a.m., 4 a.m. I just hope you would be more consistent and like texting me or calling me. Bro, I text you back. It's just I just don't text back to dead. Like sometimes a conversation is just like dead, you know. So I don't text back. You did say like you be needing me, so like I just hope you text me when you're not, you know, streaming, or when you're not, you know, when I'm not sleeping. Yeah. Okay. You know what? Hey, I'ma just we'll figure it out. Let's not give up, right? Like, you always leave me undelivered, bro. It's like I do not leave you undelivered. Tell me stop bringing up the past. If you just said if you guys are gonna move on, move on. If not, you know. Yeah. Why you keep bringing up the past? But if you just say we're going to move on, then move on, right? ده كان غلط نوعا ما، بس هي ما قالتش حاجه تضرهم على قد ما هي كانت بتحاول تخليهم يفهموا اكتر. ولو جينا نبص على الحاجات اللي هي كانت بتتكلم مع سبيد عليها، كانت تحسها ان هي عايزه تساعد مش عايزه تتدخل وخلاص. يعني بقالي ساعه بهري وبتاع بس لغايه دلوقتي مفيش اي مشاكل، صح؟ ايمي فتحت لايف. Some girls think it's their place to tell other people what to say and what to do. she's talking about me. She's talking about You know what I mean? Like, oh, you know what? Mute her. You should say this. You should say that. Like, who are you? اول حاجه ايمي اتكلمت عليها في اللايف ده، اتكلمت على كورتني وقالت ان هي بتتدخل او بتتكلم عليها وهي ما تعرفهاش، وانه ملهاش دعوه وبتاع، وكانت متعصبه فشخ. واثناء ما ايمي كانت بتقول كل الكلام ده، سبيد كان قاعد ما بيقولش ولا حاجه، كان ممكن بيقول نص كلمه مثلا او بيلقلق، بس هو ما قالش اي حاجه مفيده نوعا ما. والفكره ان هي كانت بتشوف نفسها من ستريم سبيد وتفضل تقول نفس الجملتين. يعني هي تحسها كانت بتبص على نفسها وبتقول حاجه وبترد عليها. And it was just like it was just a conversation. Like why are you intervening? You cannot say that I'm wrong in this. But what crosses the line is when you tell that person that you're talking to say something. See? She can't say anything because she knows it's wrong. It's basic manners. No respect, no manners. No etiquette. حرفيا هي زي سبيد لما شغل الستريم بتاعه وفضل يشتم نفسه. عامة هي قالت لسبيد في مسج قبلها ان هي مش عاجبها ان كورتني بتتدخل او بتساعده والكلام ده، بس مش عارف ليه قررت تفتح لايف تيك توك في الاخر، وهنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. كل مره كانت بتعيد نفس الجملتين، كانت بتعيدهم بشكل اعنف. بعدين الستريم بتاعها قطع ورجع تاني بعدها ب5 دقايق تقريبا، والمره دي هي فضلت تعيط ان هو هل يا ترى هو قاعد بيلعب بيها ولا هو ما بجد ولا هو ايه الدنيا. ورد سبيد على ده ان هي ما ردتش على اعترافه وقالت له احنا لازم نشوف بعض اكتر عشان نعرف نحدد. الموضوع فضل على الحال ده لغايه ما كورتني خلصت اللي بتعمله في شعر سبيد كان شكله متضايق نوعا ما. الستريم خلص على كده بس الموضوع بقى فايرال. وبرضه لاحظت ان الناس اللي بتشوف سبيد مش عاجبهم تصرفه ومش عاجبهم اللي بيعمله بشكل عام، بس هو طلع بعدها في الستريم واعتذر. الستريم اللي اعتذر فيه ده هو مسحه وفضل يتكلم عن الموضوع بشكل مفصل نوعا ما، بس متهيألي مش لازم اعرضها لكم. بدات اشوف فيديوهات تيك توك كتير عن ناس فضلت تقارن ما بين كورتني وايمي، واللي هو سبيد راح لكورتني عشان ايمي ومش عارف ان كورتني وحشه وان ايمي حلوه والكلام ده. عامة كل ده ممكن يكون مفبرك. انا عارف انك صعب تفبرك حاجه زي كده، بس هما اصلا من اول ما اتقابلوا كان الموضوع سكريبتد، وايمي طلعت قالت ده في لايف تاني بعد كده. ما كانش كل تفصيله في مقابلتهم سكريبتد، بس متهيألي اللي هو انا هقابلك في المكان الفلاني
وهنعمل الحاجه الفلانيه وهنعمل المحتوى الفلاني، بس التعامل ما بينهم كان عادي. بس هل المشكله اللي حصلت دي مفبركه ولا لا مش عارف، بس دي احتماليه. عشان ايمي قررت تطلع بشكل عشوائي وتعيط مع ان ده ما كانش ليه اي سبب. برضه في الاول ما كانش ليها لازمه ان هي تطلع تتكلم عن كورتني والبتاع ده، لان هي كان ممكن تكلمه في الموبايل وتقول له انا مش عاجبني الكلام ده، او تكتفي بالرساله، او تكلمه بعد الستريم. بس هي سابت كل ده وقررت ان هي تطلع في لايف وتتكلم عن كورتني بعدين تعيط. وهو الموضوع غبي اصلا. يعني انا لو كنت في مكانهم او في الحالات الطبيعيه، يعني لو كنت انا مكان ايمي كنت هكلم سبيد واقول له يعمل ميوت للستريم واتكلم مع كورتني بكل هدوء كده، اقول لها الموضوع ده مش عايزك تتدخلي فيه بكل هدوء وكل لطف. وكان ممكن تتكلم مع سبيد ان هم يشوفوا الموضوع ده بعد الستريم. بس اللي حصل ان كل ما الموضوع يهدى شويه حد فيهم يقعد يعيد نفس الكلام، سواء سبيد يفضل يقول ايه ده ايمي متعصبه، ايه ده ايمي اتجننت، ايه ده ايمي لازم تهدى، او ايمي اللي فضلت تعيد نفس الكلمتين عن كورتني وقد ايه ان هي ما كانش لازم تتدخل وان هي ما تعرفهاش. دي حرفيا نفس الكلمتين اللي فضلت تقولهم. سبيد شد قاعده جماهيريه من ناس يا اما اقل من سن ال 16 يا اما ناس ما عندهمش حياه، فناس زي كده مش هيحبوا المشكله دي، ده هياكلوا محتوى زي ده وهيتفاعلوا معاه. وبالفعل ده اللي حصل. الناس كلها راحت تدعم ايمي وراحوا يشتموا سبيد وكورتني، مع ان مفيش حاجه تدعم ده عليها ومفيش حاجه تشتم ده عليها. الموضوع كله ملوش لازمه اصلا. لو الموضوع ده حقيقي فهي مجرد خلافات بسيطه ما بين اي اتنين بتتحل بالكلام وبالهدوء، بس هما قرروا ياكلوا جوع الناس اللي بتتفرج عليهم بحاجات ملهاش اي لازمه. من اللي احنا كنا بنهري فيه ده دلوقتي هتفهم ازاي المحتوى ده بينتشر وبياكل من وقتك. اعتقد الناس اللي بتتفرج مش هيبقى فارق معاها سواء سبيد كان هدى الموضوع او سواء كان هو كبره او عمل فيه اي حاجه، بس السبب الحقيقي اللي كبر الموضوع ده هو جوع الناس للاثاره. موضوع زي ده اشبه بمسلسل درامي، بس في الحقيقه في ناس هتبقى مهتمه ان هي تعرف عنه حاجات اكتر، ويبقوا برضو مهتمين يخلوه يكبر ويستمر ويروح للطريق المثير الدرامي سواء كان ده صح او لا. فاكرين لما وريت لكم صورتين في اول الفيديو قلت لكم تركزوا عليهم ونتكلم عليهم بعدين؟ السكرينتين دول هيوريكم قد ايه الاودينس جعانين لاي محتوى مثير او مختلف سواء كان هو صح او لا، سواء كان الموضوع ده حقيقي او لا. فانا بصراحه عامل الفيديو ده كتغيير وحسيت ان دي حاجه عايز اجربها. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات يا ريت تكتب لي كومنت، وان شاء الله لو الفيديو ده عجب ناس كتير هبقى اعمل منه اكتر او ممكن اعمل قناه تانية ليه. وبس هنا وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك يا ريت تحط لايك وتشيره لحد من صحابك. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.